جهنم. جهنم المرتبة الأولى والأخف حرارة، من يدخلها المؤمنون العصاة، من عندهم توحيد وإيمان بالله، لكن ارتكبوا ذنوبا كبيرة ولم يتوبوا، مثل من يترك الصلاة عمدا، أو يأكل الربا، أو يظلم الناس، أو يعق والديه، أو يقتل نفسا بغير حق، أو يرتكب الزنا أو الكبائر دون توبة. هؤلاء قد يعذبون في جهنم فترة محدودة كتكفير لذنوبهم، ثم يخرجهم الله برحمته أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، رواه البخاري ومسلم. يعني حتى أقل الناس إيمانا إذا لم يشرك بالله فله أمل بالخروج. شكلها وادي عظيم له أبواب 7، لهيبها أسود مظلم، تلقى فيها الجبال فتصير رمادا. نوع العذاب: نارها تاكل اللحم والعظم وتبدل الجلود كلما نضجت. طعامهم من الزقوم، شجرة في أصل الجحيم، طعمها مر كريه كالمهل، زيت يغلي. الوقاية منها التوبة، الصلاة، الزكاة، ترك الكبائر والرحمة بالناس. لظى أشد حرارة من جهنم. من يدخلها الذين غفلوا عن الله وتكبروا عن الحق، خصوصا من جمع المال وبخل به وقساوة القلب. قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. شكلها لهب صافي حارق لا دخان فيه، كأنه يقتلع الجلد عن العظم. نوع العذاب: حرق وجوه وبدن، لهيب لا يترك راحة ولا سكنا. العطش الشديد: تبرز الآيات مشهد خروج الألسنة وشرب ماء لا يروي، وهو نوع من العذاب المركب، ألم زائد عطش. طعامهم الحميم، ماء يغلي جدا أو مادة درجة سخونتها تقطع الأمعاء عند الشرب. الهدف من الوصف أن الشراب لا يخفف العطش بل يزيد الوجع. الوقاية منها: ترك البخل، إخراج الزكاة، وإنفاق المال في سبيل الله. الحطمة نار تسحق وتحطم كل ما يلقى فيها بلا رحمة ولا بقاء. من يدخلها الهماز، من يطعن في الناس بالكلام أو الإشارة، يحقرهم ويغتابهم. اللماز، من يعيب الآخرين في وجوههم، يسخر منهم أو ينشر عنهم السوء. كلاهما يدل على لسان جارح وقلب متكبر. من جمع المال وعدده، أي من جعل همه المال فقط وجمعه للتفاخر ظنا أنه سيمنحه الخلود أو القوة. قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. شكلها نار عظيمة تحطم كل شيء حتى العظام. نوع العذاب: تغلق عليهم بأعمدة طويلة وتشتعل في القلوب من الداخل. طعامهم من الزقوم والحميم، والملائكة تضربهم بمقامع من حديد. الوقاية منها: حفظ اللسان، ترك الغيبة والسخرية والتواضع. سقر الطبقة الخامسة، من يدخلها تارك الصلاة، المكذبون بالدين والمستهزئون بالآخرة. نوع العذاب: نار تأكل الجسد كله، لا تبقي ولا تذر. قوة النار: بالغة الشدة، رقاب شديدة وعذاب لا ينقطع. المدة: خالدون فيها. كلا لم يكن له فرار، نار الله الموقدة. سورة المدثر، الآيتان 26 إلى 29. الجحيم الطبقة السادسة، من يدخلها الطغاة، الجبابرة، المتكبرون، الرافضون لدعوة الرسل. نوع العذاب: نار ترمي بشررا، سحب على الوجه، منظر يفزع القلوب. قوة النار: متلظية، شديدة الوهج. المدة: خالدون، لا موت ولا راحة. وإلى الجحيم سبلا. سورة التكوير، الآية 12. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل الجحيم مثل ما جمعوا. سورة الشعراء، الآية 91. الهاوية الطبقة السابعة والأشد، من يدخلها المنافقون، رؤوس الكفر، من ضلوا وأضلوا، خانوا الدين من الداخل، الكذب على الله. نوع العذاب: سقوق أبدي في أعماق بلا قرار، احتراق في ظلمات، رعب دائم. قوة النار: عميقة جدا، لا قاع لها ولا مخرج. المدة: خالدون أبدا، لا رجاء للخروج. فأما المكذبون فأمهم هاوية، وما أدراك ما هي. سورة القارعة، الآيتان 9 إلى 11. زمهرير: النار ليست فقط حرا، بل فيها عذاب بالبرد الشديد أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف،
فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. صحيح البخاري ومسلم.